السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على قناة اليوتيوب ومتابعينا اول باول على الفيسبوك. ثانيا كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ثالثا فيديو النهاردة ان شاء الله نتعرف فيه مع بعض ازاي نعمل خروف العيد بادوات منزلية بسيطة جدا جدا جدا، وهي استخدام علبة كنز فاضية زي كده وقطن فقط لا غير. قبل ما نبدأ الفيديو ده ان شاء الله احب افكركم بالمسابقة اللي انا عاملها. المسابقة يا جماعة سهلة جدا، وانا عاملها للمشتركين معايا لانهم بجد حقيقي يستحقوا اكتر من كده. هم اللي شجعوني وبفضل الله رب العالمين وصل عددهم النهاردة 4500 مشترك. المسابقة عبارة عن سماعات بيتس بلوتوز، تمام، ونضارة جوجل اللي هي 3D، وسماعات ساعات اندرويد زي كده، وساعات ابل. طبعا باذن الله رب العالمين كل فيديو هنزله هيبقى عليه جايزة لفائز عشوائي، والاختيار الفائزين عشوائيا. شروط المسابقة دي انك تعمل لايك للفيديو وتعمل شير وتشترك معايا على القناة وتعمل كومنت. الكومنت يا جماعة يا ريت يكون رأيك في الفيديو، تمام. والفائز في الفيديو هيتم الاعلان عنه بعد 3 ايام من رفع الفيديو. لو من مصر هنبعت له الهدية باذن الله رب العالمين عن طريق البريد المصري، لو خارج مصر العراق السعودية وهكذا هنبعت له ان شاء الله عن طريق شركة شحن. احب اكد عليكم ان اللي يعمل اكتر من كومنت هيتم اخراجه من المسابقة، تمام. هو كومنت واحد فقط لا غير. اول حاجه هنعملها هنعمل كور قطن زي كده بالمنظر ده، زي ما حضراتكم شايفين، تمام. وبكده يكون عندي شويه كور قطن بالمنظر ده. بعد كده هنستخدم لاصق ايا كان نوعه، انا هستخدم مسدس الشمع اللي هو السيليكون ده، تمام. هنجيب قطنه بالمنظر ده كده، تمام. هنكمل بالمنظر ده، هنكمل على الكنز كله. وبكده بقى عندنا المنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. هنسيب دي طبعا عشان الاربع رجول. طيب وهنكمل هنا برضو قطن. بعد كده هنستخدم 4 مسامير زي دول كده عشان الرجول، نعمل 4 رجول، او حتة خشب زي كده، او حتة من عصاية الشاليمو ايا كان، تمام. نلزق الرجول بالمنظر ده. كده نكون عملنا الرجول بالمنظر ده كده، تمام. طيب وبكده يكون فاضل ان احنا نعمل وش للخروف فقط لا غير، تمام. نحتاج ورقة زي كده مثلا، او جلد اسود، وقلم زي ده فلوماستر. اول حاجة نعملها كده، تمام، نقصها بالمقص. طبعا الوش ده تقدر ترسمه زي ما انت عايز، انت ودماغك بقى. انا هحاول على قد ما اقدر ارسمه معاكم. طيب هنعمل ودنين، ودن للخروف وليكن كده مثلا، واحدة كمان. ثانية. طيب بعد كده هنستخدم القلم في الماستر الاسود.
طيب وبكده يكون عندنا المنظر ده واتنين والراس ده الوش. هنلزق دي هنا وليكن مثلا كده. والتانية قصادها كده. طيب بعد كده هنلزقها هنا. هنجيب حتة قطنة صغيرة زي كده مثلا. نلزقها هنا. بعد كده نلزقها هنا كده. طيب وكده يكون فاضل العينين فقط لا غير. هنستخدم حتة فل زي كده، اللي هو ورق الفل ده، اطباق الفل، حتتين صغيرين زي كده. وعلى فكرة يا جماعة العيون دي اصلا بتتباع في المكاتب بتاعت اطفال، اسمها عيون خروف. هنجيب القلم في الماستر الاسود، نرسم عليها كده. والتانية نفس النظام. تمام. وبكده يكون عندنا المنظر ده. طيب وبكده هنكون انتهينا من الفيديو النهارده يا جماعه. بقى عندنا خروف بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. اتمنى ان الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع. طبعا لو عجبك متنساش عمل لايك للفيديو والاشتراك معايا على قناه الاختراع المصري مع محمد عادل. وما تنساش شروط المسابقه، وهي عمل لايك وشير للفيديو وتعليق تقول رايك في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.